صباح الخير على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو. النهارده معانا فيديو جديد يخص الشاشات الاندرويد. الفيديو ده مثير للجدل شويه، يعني ناس كتير بتقارن الشاشات ببعضها وبتحتار في المقارنات وازاي تقدر تعرف الامكانيات الحقيقيه لكل شاشه. ففي بعض الناس بتسوق للشاشات بتاعتها ان هي اندرويد 14 و15 واندرويد 12 فعلي، وناس تقول ده اندرويد 14 فعلي وهكذا. فاحنا عشان نخرج بقى بره دايرة ان احنا ناخد حاجات او معلومات مش صحيحة، فخلينا نقدر نعرف ازاي نشوف امكانيات الشاشة الحقيقية اللي في الشاشة فعلا، مش مجرد ارقام او مش مجرد دعاية او مش مجرد تسويق وخلاص. الشاشة اللي معانا دلوقتي زي ما انتم شايفين هي الشاشة من فئة الاف واي تي. هي الشاشة دي اف واي تي اللي هي 7862 اس. الشاشة دي البروسيسور بتاعها اوكتا كور اللي هو ثماني النواة 2 جيجا هرتز، الرامات 4 جيجا، والمساحة الداخلية 64. والاندرويد زي ما انتم شايفين هو اندرويد 14. طيب، عايزين نعرف بقى ده اندرويد حقيقي ولا لا، وهل هو المساحة الداخلية فعلا 64 ولا لا، ولا ممكن تكون ملعوب فيها، والرامات وهكذا. في برامج كتير نقدر نعرف بيها امكانيات الشاشة، زي مثلا عندنا البرنامج اللي هو سي بي يو اكس او سي بي يو زد او ديفايس انفو. كل البرامج دي نقدر ننزلها عن طريق ان احنا من بلاي ستور، ونعمل بحث ونكتب اللي احنا عايزينه، سي بي يو مثلا زد او اكس او ايا كان، هتلاقي برامج كتير تقدر تنزلها. وفي برنامج تاني برضو من البرامج اللي انا بفضلها اللي هي البرنامج ده، تقدر تعرف منه كل التفاصيل اللي تخصنا. طب تعالى نشوف بقى الشاشة دي فعلا اندرويد 14 ولا لا، و4 جيجا فعلا، والبروسيسور بتاعها مظبوط ولا لا. طيب خلينا ناخدها خطوة خطوة كده، برنامج. مثلا لو دخلنا على برنامج زي ديفايس انفو ده مثلا، اي برنامج هيدينا شوية تفاصيل. ادي الكورز بتاعت البروسيسور 0 1 2 3 4 5 6 7 7، يعني ده كده معناه ان هو ثماني. ادي دول 8 انويه والترددات المستخدمه دلوقتي. تمام. وادي المساحه الداخليه للشاشه، والاستهلاك بتاع الرام قد ايه، والرامات قد ايه. ولو دخلنا هنا كده هيدينا شويه معلومات تانية تخص البورده والبروسيسور. وادي دي معلومات تخص السيستم. ده اندرويد 10. حتى لو الرقم ده مكتوب باي رقم ايا كان، خلينا نبص على حاجه اسمها اي بي اي ليفل. اي بي اي ليفل ده 29. لو كتبنا اي بي اي ليفل على جوجل، خلينا نجرب كده، وقلنا ده جوجل كروم عادي خالص، وكتبنا اي بي اي 29 ودوسنا سيرش، هيقول لنا ان ده اندرويد كام. طيب خلينا نكتب هنا اندرويد فيرجن، هيقول لنا هنا اندرويد 10 اي بي اي ليفل 29. طيب لو عايزين نعرف مثلا اندرويد 12 هو اي بي اي كام، مثلا 31، ونعمل بحث، هيقول لنا ادي التفاصيل. اندرويد 11 هو ليفل 30، اندرويد 12 هو 31، وليفل اندرويد 10 ليفل 29. فاذا الاي بي اي 29 هو اندرويد 10. يبقى الشاشه اللي معايا دي هي اندرويد 10 حقيقي، لكن 14 فيك. طيب تعال نشوف هنا ادي السي بي يو.
دي تفاصيل البروسيسور. انا ليه بحب البرنامج ده اللي هو ايدا او ايدا او اي اي دي اي 64 عشان بيديني تفاصيل كامله عن الشاشه. طيب هو هنا البروسيسور من نوع يو اي يونيسك اللي هو 7862A، وده الكورز بتاعته هي 8 كور، 6 ترددهم اللي هو كورتكس 1 اي 55 اللي هو تردده 2، و2 التردد بتاعهم اللي هو البروسيسور كورتكس اي 75 2. يعني معنى كده ان هم 8 انويه، 6 زي بعض و2 زي بعض، وده طبيعي في كل البروسيسورز بتبقى متقسمه. مش هندخل جوه التفاصيل دي، يعني دي حاجه ممكن نبقى نشرحها في فيديو تاني، بس احنا بنتاكد ان احنا عندنا دول 8 انويه، وادي الترددات بتاعتهم، وده فعلا كده تردده 2 فعلا، وده الاستخدام بتاع السي بي يو. طيب لو دخلنا على الاندرويد هنا هيقول لنا ان ده اندرويد 14 ليفل 33 الاي بي اي ليفل. طبعا ده احنا اتفقنا ان هو فيك، ده مش مظبوط. خلينا نشوف بقى السيستم مثلا. الرامات هنا 4 جيجا. طيب انا اخدت التفاصيل بتاعه البروسيسور من البرنامج ده وخلاص، اخدت المعلومه اللي انا عايزها. ونرجع تاني لسي بي يو اكس مثلا. ادي اوكتا كور 2 جيجا هرتز نفس نوع البروسيسور، وادي الرامات، وادي الاستورج، وادي درجه حراره البروسيسور. فانا اقدر من اكتر من برنامج اتاكد من امكانيات الشاشه. وطبعا لان مش كل البرنامج بتقرا كل حاجه مظبوط، فبحتاج انزل اكتر من برنامج عشان ابقى متاكد 100% من امكانيات الشاشه اللي انا بتكلم عنها. اتمنى لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو، ولو اول مره تتفرج على الفيديوهات تعمل اشتراك للقناه، وما تنساش تفعل الجرس عشان يجيلك اشعارات بالفيديوهات الجديده اللي هننزلها. شكرا.